وما يمكنش اختي يجي العيد وما تفرحيش ليا دوك البنيتات ديالك. فرحيهم بهاد الحنينه اللي غنعطيك، بلا دوليو، بلا حتى شي حاجه اللي ضاره، غير مكونات طبيعيه غديري لهم الحنينه، غتخرج ما شاء الله. وممكن ديريها حتى نتيا وديرها اي وحده، يعني تفادى اي حاجه اللي تضر ليها، يعني اليدات ديالها ولا الرجيلات ديالها. غنعطيكم اليوم خلطه طبيعيه 100% بمكونات طبيعيه، كتخرج كتحمق البنات، كتخرج كتحمق هاد الحنينه. وما شاء الله اللي شافت ديرها في اليدات ديالك غتسولك باش مخلطاها. السر غنشاركو معكم اليوم في هاد لا فيديو هذا، والحنه يعني غتولي معتمده عندكم غير بواحد المكونات اللي بسيطه، والطريقه هي كلشي. غنشارك معكم اليوم الطريقه كيفاش غتحضروها، وجربوها وردوا عليا الخبر. والله العظيم الا غترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. ونوضي اختي، ديري ورقه وستيلو، قيدي لي هاد المكونات، وفرحي لي البنيتات ديالك، وفرحي لي انت براسك. والله يحن عليكم وعواشركم مبروكه، وغندوي على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا، عندنا اول مكون اللي هو الليمون اولا الحامض. غتاخدي نص حامضه اختي، غتقطعيها دوائر بهذا الشكل كما كتشوفي معايا في الفيديو. ومن بعد يعني هادشي غديروه في واحد الكاسرونه طبعا. من بعد غناخدو السكر، هكا واحد القطعه ديال السكر ديال القهوه كما كتشوفوا معايا، ولا سكر عادي، المهم قطعه ديال السكر بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هاد الطريقه اللي غنعطيكم تخلي الحنه كتخرج روعه روعه روعه، وشي حاجه اللي زوينه بزاف. جربوها وغتشوفوا النتيجه ديالها. يعني الا كنتي كديري حتى شي مكون في الحنه ديالك غتستغني عليه تماما، غتبقاي تستعملي هاد الطريقه هذه. من بعد غناخذوا القرنفل كيف ما كتشوفوا معايا، تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال القرنفل، وكاس ديال الماء. طريقه سهله وبسيطه. وغادي نزيدو الكركديل، الا عندك غتزيدي الكركدي اولا الكركديه. حتى هو زوين، كيعطي واحد اللون اللي زوين بزاف للحنه. الا كان عندك غديريه، هو يكون عندك احسن، زوين في هذه الوصفه هذه. غديري هكا واحد الكميه تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال هاد الكركديه، كتباع عند العطار. صافي، وغندير هاد المكونات على النار نخليهم كيطبخوا مزيان حتى كيطبقوا ليا الفوائد ديالهم ودوك المكونات ديالهم اللون. وغنرجع معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله التتمه ديال الوصفه. هنا غادي بلا ما توجد لينا يعني دوك المكونات يوجدوا، غناخذوا الحنه ديالنا. وضروري تكون حنه اللي برومي، يعني ما تكونش حنه مغشوشه يكونوا فيها العواد، كيكون فيها الحجر، كيكون فيها مهم كتلقاي فيها داك المزرار، تلقايها مهم كتلقايها خايبه، يعني حتى انها ما تنضرش. خذوا حنه تكون اصليه، تكون مزيانه. غتاخذوا نتوما بطبيعه الحال القياس اللي غادي يكفيكم. انا هنا غنوريكم الطريقه. وكما كتشوفوا معايا غنصفيو في واحد الصفايه، يعني باش دوك الحبيبات اللي كيكونوا مكورين ما يبقاوش مكورين. نخلطوا الحنه، ما يكونوش دوك الكويرات تيبقاو في الحنه ما كيبغيوش ينسجموا لينا. المهم كما كتشوفوا معايا غناخذ انا القياس اللي غادي نستعمل كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غنبداو نخلطوا الحنه ديالنا. هاد الحنه راه ممكن تنقشوا بها، وممكن تحنيو بها البنات عادي، ممكن تحنيو بها حنينه عاديه بحال البنيتات الصغار. ومهم على حسب يعني الذوق ديال كل وحده، يعني تحنيو بها اللي بغيتو زوينه، كتعطي واحد اللون اللي زوين وما شاء الله. شوفوا معايا اللون ديال هاد المكونات كيفاش داير، شوفوا معايا ما شاء الله. صراحه راه كتخرج واحد الحنينه اللي زعما كتحمق، يعني كتخرج زوينه بزاف. هنا غنصفي هاد الماء، غنصفيه مزيان كما كتشوفوا معايا. من بعد ما غنصفيه غادي نبداو نخلطوا الحنه ديالنا. ولكن عرفتوا اهم حاجه هي الطريقه، يعني كيفاش غادي نخدموا الحنه ديالنا وكيفاش غادي نستعملوها. الطريقه كتبقى مهمه بزاف، يعني ديال التحضير ديال الحنه، وكذلك طريقه الاستعمال.
صافي دابا غنخليوها على جانب، يعني غنخليو هذا على جانب، وغنبداو دابا نخلطوا، نجيبوا الحنة نبداو نخلطوا يعني شوية بشوية، وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على داك القوام المطلوب ديال الحنة. يعني عينكم ميزانكم، كنتو باغيين تنقصوا راه كديروها شوية خفيفة، كنتو باغيين تحنيو بها غير عادي راه كديروها شوية، وشوية شوية شادة في راسها. صافي دابا غنبدا نخلط، غنبدا تنخلط شوية بشوية بهذا الشكل. من بعد ما نخلطوا الحنة ديالنا مزيان، المهم كنعطيوها شوية د الوقت وكنبداو تنخلطوا فيها حتى يعني ما كيبقاوش لينا فيها دوك الحبيبات اولا كتبقى مفوره. المهم تنخلطوها مزيان كما غتشوفوا معايا. نوريكم هنايا كيفاش غادي تولي من بعد ما غنوجدها. المهم غنستمر كنضيف شويه بشويه حتى يعني كتقبط راسها اولا كتنسجم مزيان. المهم دابا غنخلطها مزيان وغنرجع معكم باش نكملوا وتشوفوا معايا ان شاء الله التتمه والطريقه ديال الاستعمال. وهنا كما كتشوفوا معايا هي الحنة ديالنا يعني خاصها تخدم مزيان. وما تنسوش تهبطوا التعليقات، خليو لي ال أي وصفة يعني بغيتوها مرحبا خليوها في التعليقات. وبالنسبة للناس اللي كيتبعوني على الصفحة ديالي أولا لاباج ديالي فيسبوك عالم أجمل النساء، تنقول لكم مرحبا بكم. وما تنسوش كذلك الانضمام للقناة على اليوتيوب عالم أجمل النساء، باش تكتشفوا يعني المزيد من الوصفات، واشتركوا وفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم إن شاء الله الجديد. وهكا غتكونوا انضميتوا للعائلة ديالنا. ومرحبا بكم. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نبقى تنخلط الحنة ديالي مزيان من حدنا، يعني تنخلطو وهي تتقاد. المهم تنخدموها مزيان، وضروري كنخدموها قبل ما نكونوا باغيين نحنيو. يعني كتخدموها قبل واحد 3 السوايع هكا باش كتطلق داك الخيط ديالها وكتنسجم مزيان، وكنحنيو بها وكتخرج وكتعطي داك اللون وكتنظر لينا يعني في اليديدات ديالنا اولا في الرجيلات ديالنا. صافي دابا غناخدو واحد بلاستيكة ولا بلاستيك غذائي ولا أي حاجة. المهم تنغطيو هاد الحنة، تنغطيوها هكا باش المهم أنا مازال تنخلط فيها باش كتقاد مزيان. المهم ملي كتوجدوها تغطيوها وكتخليوها كتخمر. هذيك العملية هذه ديال التخمار ديال الحنة هي اللي كتخليها كتعطي يعني ديك النتيجة ديال أنها كتخرج مزيان وكتنضر مزيان. المهم كما كتشوفوا معايا، المهم تتغطيوها مزيان وكتخليوها ومن بعد تتحنيو بها وبالصحة والراحة. هاد الحنة راه كتجي زوينة صراحة. وغير الطريقة يعني قبل ما ديروها يعني تحنيو بها، نعطيكم واحد لاستيس لي زوينة بزاف اللي غتنفعكم. وصراحة جربتها زوينة بزاف وقلت غنشاركها معكم حتى نتوما تجربوها على شلة، لأنها ساهلة وبسيطة. وغادي إن شاء الله تجربوها غتشوفوا أنها يعني كتعطي واحد النتيجة اللي زوينة. المهم ملي تبغيو تحنيو غتاخدوا الفازلين وغدهنوا به يعني داك اليدين ديالكم ولا الرجيلات ديالكم، البلاصة اللي غديروا ليها الحنينة. وغير ما تكتروش بزاف يعني كدهنوا وصافي، يعني كيتشرب لابو ديك الفازلين صافي، يعني ما كتكتروش بزاف، غير كدهنوا عادي. ومن بعد تنقشوا اولا كتحنيو بالحنه ديالكم وكتخرج زوينه بزاف، كتخرج واعره. يعني داك اللون ديالها يعني كيخرج زوين بزاف. وبهذه الطريقه هذه ديال الفازلين غتكونوا يعني عاونتوا ديك الحنه انها غتخرج زوينه، وداك اللون غادي يولي لون يعني عاطي للعين يعني كتر، يعني كينضر كتر. المهم هذه هي الطريقه، كتخليوها 3 السوايع هكا 2 السوايع ماكسيموم هكا باش كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وهذه هي الحنه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم وفي امان الله.